السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير إن شاء الله وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جينا لكم فيديو جديد ماشي بحال الفيديوهات اللي دازو. اليوم حطيت راسي في كرسي الاعتراف. الزوجة ديالي غادي تسولني وانا غادي نجاوب، والله يثبتني ان شاء الله باش نكون صريح في هذه الاسئله. فبقاو معنا باش تشوفوا الفيديو كامل. مرحبا بكم عندنا في القناه، معكم عصام وشيماء. اللي جديد في القناه يدير ابوني للقناه ويفعل الجرس باش يوصل لكم الجديد ديالنا، وما تنساوش تدعمونا لايك للفيديو، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف على الوفاء ديالكم. وغادي نبداو الفيديو، بقاو معنا. غادي نمشيو للسؤال الاول، وهو: ما هي الآية القرآنية التي تعبر عن ما بداخلك في هذه الأيام؟ الآية اللي كتعبر على الداخل ديالي في هذه الأيام هي: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذه هي الآية اللي كتعبر على شنو عندي لداخل في هذه الأيام، حيت بزاف ديال الانتقادات وبزاف ديال الهضره، كاين الناس اللي كتحلل وكاين الناس اللي كتحرم، والله يهدي ما خلق وصافي. هذا الشيء اللي غادي نطلب للجميع ان شاء الله. قبل ما نمشيو للسؤال الثاني بغيت نقول لكم كاين الناس اللي تشجع الناس اللي كيديروا بحال الناس اللي كيديروا الروتين اليومي واللي كيتنشروا الفضائح. بالنسبه اللي كينشروا شي حاجه مزيانه، يعني ما كيديو منها غير السلبيات، ما كيديوش الايجابيات. السؤال الثاني، خصك تجاوبني بصراحه بدون نفاق وبدون ان شاء الله نكون صريح ان شاء الله يا ربي، والله يثبتني على الشهاده. ما هو الاسم الذي كان يطلق عليك في صغرك؟ الاسم ضروري برينا سؤال محرج. بالنسبه ملي كنت صغير كانوا كيعيطوا لي، ولكن ما كنتش كنقبل. كانوا كيعيطوا لي تشينو، هو عصام تشينو. عصام تشينو. مهم. نمشيو للسؤال الثالث ياك. من هو الشخص الذي تعتبره قدوة لك؟ الشخص الذي كنعتبره القدوة ديالي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله غادي يكون القدوة ديال الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. نمشيو للسؤال الرابع، وهو: هل أنت شخص قوي مهما حدث من ظروف؟ أجل، حيت الثقة ديالي في الله كبير، والحمد لله كلشي كيسر بإذن الله. هل أنت شخص آمن وكاتم الأسرار غيرك؟ إلا عاود لك شي واحد السر ديالك، واش تقدر تفضحه ولا تخليه؟ طبيعة الحال، كاين الحوايج اللي تقدر تعاودهم، وكاين الأسرار اللي ما تقدرش تعاودهم، حيت السر يبقى سر. هل أنت شخص يسهل ابتزازك؟ بعض الأحيان. هل أنت من الأشخاص المبدعين؟ بعض المرات. ما هي المواقف المضحكة التي قمت بها في صغرك؟ فاش لقيت الدجاجة؟ بزاف ديال الحوايج، الله يسمح لينا، راكم عارفين العقل ديال الصغار. نمشيو للسؤال السادس. بسم الله على بركة الله. ما هي الدولة التي تحلم بالسفر إليها؟ المدينة، هي مدينة ماشي دولة اللي بغيت نسافر ليها، الله يطولنا في العمر ان شاء الله، وباش نزورها هي المدينة المنورة ان شاء الله باذن الله، انا والوالدة ديالي والزوجة ديالي ان شاء الله، وجميع المسلمين ان شاء الله نتمنى لهم شي عمرة ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي حفظنا جميع المسلمين. نمشيو للسؤال السابع، ما هو اكثر موقف اثر فيك؟ بزاف ديال المواقف، نتمنى ان شاء الله، ما بغيتش نفكر يعني بزاف ديال المواقف اثروا فيا، ولكن اللي اثر فيا بزاف هاد الايامات هي المقتل ديال عدنان، الطفل البريء اللي قتلو داك المجرم واغتصبو
ويعني قتلو بلا ما دارش شي حاجه في حياته الا قال بسم الله للدنيا، وقتلوه. يعني بقى فيا اثر فيا بزاف. الله يرحمه ان شاء الله، والله يصبر الوالدين ديالو ان شاء الله. إن شاء الله. لو خيروك بين الحب والصداقة أيهما ستختار؟ اكيد نختار الحب الحلال والذي يكون بعد الزواج. نمشيو للسؤال الثامن. بسم الله. شيء تتمناه في الحياة. أي واحد عنده شي حاجة كيتمنى في هاد الحياة. انت بزاف ديال الحوايج كنتمناها، والحاجه الوحيده اللي كنتمناها بزاف هو نتمنى تكون واحد التوبه نصوحه ان شاء الله، وذريه صالحه، وان شاء الله يسمحنا من الوالدين هي الاولى، ونتمنى من الله يعفو علينا ان شاء إن الله، شاء الله. وتكون واحد الحياه سعيده بدون مشاكل ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. بزاف الناس كيسولونا على السن ديالك والسن ديالي. السن ديالي 30 سنه والزوجه ديالي 20 سنه. يعني دابا راه غاديين، انا غادي 31 سنه، الزوجه ديالي 21 سنه. هل تفضل الصراحة حتى ولو كانت صراحتك تجرح شخص آخر؟ اجل، ما تلقاش بحال الصراحه. انا نقدر نقول الصراحه واخا تاثر في الغير ديالي. أحسنت. وشكرا جزيلا. قرار اتخذته يخص مصيرك. كاين واحد القرار اتخذتيه، داك القرار عارف انه كيخص المستقبل ديالك. مين ديت هذاك هو القرار اللي درته، وعارف اني ما غاديش ندم عليه ان شاء الله. ان شاء الله. ما هو السؤال التالي؟ نحسب لي وجدت بزاف ديال من الأسئلة. هو الشخص الذي تتنافس معه؟ أتنافس مع الذي قوي في إيمانه. كنتنافس مع اللي كينوض عند الفجر واللي عنده الإيمان قوي، هذاك اللي كنتنافس معاه. مع من سبقك إلى الله. صدقتي يا زوجتي. يعني جواب باختصار هذا. باختصار. من هو الشخص الذي يمكن لك شوية الصوت المسجل ويتسمع شيء. من هو الشخص الذي يمكن لك أن تعتمد عليه؟ الشخص الذي أعتمد عليه هو أمي. أمي. من هو الشخص الذي تستطيع معرفة مشاعره من نظرة واحدة؟ الزوجة ديالي غير نشوف فيها عارف شنو غادي بغات تقول. من هو الشخص الذي يدين لك بلا اعتذار؟ طبعا الزوجة ديالي. من هو الشخص الذي ستقدم له باقة من الإزهار بعد والدتك؟ بعد والدتي أنت يا زوجتي. من هو الشخص الذي ستقدم له باقة من الشوك؟ عدوك. لا، العدو ديالي خصنا نعطيلو اللي مزيان. انا بالنسبه ديالي العدو ديالي ما غاديش نعطيه اللي مزيان. لا، غادي نعطيلو اللي مزيان. عامل كما تعامل. خصنا نمشيوش مع ديك الفكره ديال عامل كما تعامل. نرجعوا للدستور ديالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود كيديروا فيه غير الحوايج ديال الشر، كيديروا فيه بزاف ديال الحوايج خايبين، ولكن مع ذلك هو كيدير معاهم غير الحوايج المزيانين. المهم كاين بزاف ديال القصص ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم سعد الخوف. من هو الشخص الذي علمك الكثير في هذه الحياة؟ علمك الصبر
وعلمك القلق والقناعة بزاف ديال الحوايج. ما ننساش من هذا المنبر كنحيي كنشكر الوالدة ديالي وكنحيي الوالدة ديالي، الله يطول لها في العمر ديالها ان شاء ان الله. شاء الله يا رب. هي اللي وقفت معايا بزاف، وهي اللي صنعت فيا الراجل من الصغر ديالي، وهي كتشجعني باش نكون مزيان في المستقبل ديالي. وكنقول لك الوالده ديالي ان شاء الله تبقى ديما معايا ان شاء الله، والله يسمحنا من الوالدين. كنبغيك نموت عليك الوالده ديالي، والله يخليك ليا. قلت لكم هذا السؤال كنتفكر شي حوايج سبحان الله. زعما الصراحه ما ننساش الوالده ديالي، بقات وقفت معايا بزاف، ماشي غير معايا يعني معنا في الدار كاملين، هزت علينا بزاف ديال الحوايج. الله يخليها لينا ان شاء الله يا ربي، والله يطول ليها في العمر. وكنتمنى ليها ان شاء الله شي حجه ان شاء الله غادي تحج ان شاء الله يا ربي، والله يعاوننا نعاونها باش ان شاء الله غادي تمشي تحج ان شاء الله. دعوت لكم هاد الحوايج، كنتفكر شي حوايج كنتأثر بزاف، والله الله يسمح لنا من أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. الله يشفي ان شاء الله الام ديال الزوجه ديالي، راها مريضه شويه. نتمنى منكم تدعيو معها بالشفاء ان شاء الله يا ربي، الله يشفي جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. هنا تالي الفيديو ديالنا، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا حيت بقيتو تفرجتوا كاملين هذا الفيديو، وشكرا بزاف ليكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الا عجبكم، وتابوناو في القناه ديالنا. وشكرا بزاف بزاف، تهلاو في راسكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، وبصحه جيده. اللي ما مزوجش الله يزوجو ان شاء الله، والله يرزقو الزوجه الصالحه، واللي ما مزوجاش الله يرزقها الزوج الصالح ان شاء الله يا ربي. شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.